سنة 1964 3 حرامية اقتحموا بيت راجل اسمه كارل لوك. الراجل سمحهم، مسك البندقية بتاعته وقتلهم التلاتة. في الأول الدنيا كلها كانت في صفه، الراجل كان بيدافع عن نفسه، بس بعد شوية بدأت الحقيقة تطلع. اللي اتقتلوا كانوا 3 اخوات، وكان بينهم وبين لوك مشاكل كتير قبل كده. يعني القصة مش بالبراءة اللي كانت باينة في الأول. النيابة قالت إن لوك خطط للموضوع ده من الأول، عزمهم البيت وبعد كده قتلهم بحجة إنهم كانوا جايين يسرقوه، ولما حس ان الدنيا بتقلب عليه اختفى. بس المفاجأة انه ما سافرش وما هربش بعيد، لا، فضل مستخبي فين؟ في نفس البيت. ايوه، في قبو صغير جدا مساحته متر في مترين. اتفق مع مراته انه يستخبى علشان ما يتحكمش عليه بالاعدام. ومش بس كده، ما قالوش حتى لاولاده، كانوا لسه صغيرين وخافوا يسربوا السر. بس بعد كام شهر مراته ماتت في حادثة، والولاد كبروا وهم فاكرين ان ابوهم مات من زمان. وكار قاعد في القبو ده 37 سنة، والبيت سكن فيه 3 عائلات. بعد كده ما حدش فيهم حس بوجوده، كان بيطلع ياكل ويشرب في هدوء ويرجع مستخبي. بس مع الوقت جاله ربو بسبب التراب والكتمة، وبقى يسعل دايما. وفي يوم صاحب البيت سمع صوت كحة جاي من تحت الأرض، فجاب الشرطة اجت واتبعت الصوت لحد ما لقوه. ولما عرفهم بنفسه الشرطة قالت له: يا راجل انت مش عارف ايه اللي حصل بعد ما اختفيت؟ لوك قالهم: لا، ايه اللي حصل؟ الشرطي قال له: ال3 اخوات اعترفت ان ولادها كانوا رايحين يسرقوك، والقاضي اعلن براءتك من 37 سنة، بس الناس كانت فاكرة انك مت خلاص. تخيل يا صديقي، الراجل ضيع 37 سنة من عمره على الفاضي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واستنى قصص تانية اغرب من الخيال. بس كده، سلام.